stand by and اكشن. action. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين بقى، عشان مش مشاهدين عشان ده بودكاست وكده. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ذا لينس. الحلقة الثانية من السيزون الأول مع الأستاذ زياد. أهلا بيك يا أستاذ زياد. بقيت استاذ مره واحده. المخرج العبقري سكورسيزي. يا عم حمدتول يا عم، ان شاء الله. آه، أستاذ زياد تحب تتكلم عن إيه النهاردة؟ احنا النهارده بما إننا محضرين الحلقة ومش عارف إيه. وسجلنا وتصدق ما طلعش في التسجيل الاولاني. وخلاص بقى يلا حصل خير. ماشي، حصل خير. كنت أقول لك إيه، ممكن نتكلم عن ديزني النهاردة. انت عايز تغير خالص الموضوع يعني؟ أنا صراحة جاي معايا ديزني وأفلام ديزني والطفولة والحاجات دي ما كلها. عنديش اي مشاكل خالص. إيه رأيك إيه مثلا؟ واخر حلقه قول لي بعد ما خمس. نخلص دي يبقى نتكلم محمد سيف نص ساعه كده ونشرح الموضوع خالص ونقفل. يا عم ننزلها خلصان. في حلقه واحده وحتى بنص ساعه الاخيره. يا عم خلصان. خلصان. تقدر تقول لي كده ديزني بتمثلك ايه في طفولتك؟ كان كل حاجه يعني اسمعنا بس ديزني. خلينا نتكلم عن ديزني وبيكسار، تمام؟ لان ديزني بس هم دول. قبل دعم لا مؤاخذة. ماشي، سيبك من دعم لما انا بتكلم في الطفوله ايام ما كنا صغيرين، ما كانش في أيوة. وقتها دعم ومش دعم، كنا لسه صغيرين. مم. فكان دايما اللي بيطلع في وشي ايه في اي فيلم بفتحه للفيلم انيميشن ديزني وبيكسار، مم. او ديزني بس ساعات مفيش بيكسار، ديزني وبيكسار. سواء بقى ايوه. بتتكلم عن الفار الطباخ، بتتكلم عن لاين كينج، بتتكلم عن رابنزل. رابنزل انتاج ديزني. قول لي مشاهد مثلا معينة يعني مشهد كده انت هو معلم معاك انت مش قادر بس هو انا تنساه. حافظ فيلم راتاتولي كله، يعني حافظ السكريبت فيلم بسم. ايه؟ راتاتولي بسم، حافظ السكريبت. آه. انا حافظ السكريبت من كتر. لينجويني كنت بسمع الفيلم والفار ده الطباخ. كنت بسمع الفيلم ده حرفيا كل اثنين وخميس وانا صغير. دلوقتي انا فاهم قصته. بصراحة فيلم جميل. هو فيلم جامد قوي، وبعيد عن ان هو فيلم جميل. فيلم الطفوله وكده. والمشكله ان انت لما بتكبر بتحس ان خلاص بقى انت بتكبر ومفروض تزهق، او لا ما بتزهقش بترجع تعيده من تاني. كتر سمعان انك خلاص بقى يعني تشوف بقى حاجات تانية. لا انا بكتشف ان كل ما بكبر اشوف الفيلم تاني او الافلام دي عامه، لا انا اسمعه تاني، اشغله اسمعه تاني، اسمعه رابع. فاللي هو يعني بجد يعني انا مبسوط ان انا اتولدت في فتره إن دي كانت دي فعلا اللي كانت بتعرض فيها، ده اللي كان بيتعرض وقتها ايوه. بس. ايوه ولا انا بصراحة اللي كان معلم معاه قوي 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 كان كوكو. كوكو ده جامد قوي. كوكو ده انا شفته في 2017 تقريبا، 2017 كنت برضه صغير، كنا بجد صغيرين. بجد بس يعني كوكو ده جامد قوي. جبار. جبار ده انا اتفرجت عليه وانا صغير، كان نزل على ام بي سي 2. بجد جامد اللي هي اللي كانت زرقاء دي علامتها زرقاء علامة اتنين. قوي. وسمعت وانا صغير انا فاكر يوميها انا حسيت بشوية احاسيس كده داخلة في بعض كتير ايوه كتير. انت مثلا لو انت فقدت حد عايز عليك وانت صغير هتحس بيه. لو انت بالظبط فاهم بالظبط. يعني. هو الموضوع الموضوع لمس حوار المزيكا العيلة المزيكا والارواح والعيله والكلام ده خلى الفيلم ف عاطفي بشكل مش طبيعي يعني. لا فيلم عبقري. بعيد عن ان هو فيلم عاطفي، هو فعلا فيلم حلو ومكتوب حلو قوي 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 بجد يعني. امم فشباب بجد اي حد كتب الفيلم ده يعني. كانت العيلة كانت اسمها ايه؟ مادريجيل ولا كانت اسمها ايه؟ ما اعرفش، كانوا استنى. في اللاتينو صح؟ ايوه كان كوكو كولومبيا كوكو ولا كانوا منين؟ كولومبيا لاس استنى اجيب لك فيلم كوكو. اتفرجت على انهي نسخة بقى؟ بس انا اتفرجت على النسختين، لا انا العربي شفت واحده، لا العربي، شفت العربي. والانجليزي. لا انا شفت العربي بصراحه، ما شفتش الانجليزي، شفت العربي. لا انا شفت الانجليزي. على فكره اقول لك على اللي شفت حاجه، الانجليزي. بتبقى احلى امم باللغه الاصليه. ايوه طبعا. بحسها احلى كتير باللغه الاصليه احسن من الدبلجه. ايوه وانا سمعتها بالانجليزي. الانجليزي كان الاغاني فيه كانت كلها اللي هي يان يامور يان يامور، بس مش عارف ده اسباني تقريبا. ايوه هو اسباني، ما قلت لك هو غالبا عشان هو عشان في اللاتينه فاغلبهم بيتكلموا اسباني. لا الفيلم جبار، والراجل اللي كان بيغني مش عارف ايه وعامل ايه. لا فيلم قصة.
السوي سنة. قاعد بقى يعني متفرغ ان انا اشوف كل حاجه، لان نازل في 17 كان عندنا، انا كان مم. عندي وقتها كان عندي 13 سنه 14 سنه تقريبا، 13 سنه 14 سنه. ايوه. فكنت كبير كفايه ان انا يعني خلاص انا بقى عندي مدرسه ومذاكره وحاجات كتير تانية غير ان انا اقعد يدوني 5 اتفرج على افلام، فاهمني؟ بس انا شفته واول ما نزل برضه هو فيلم تحفه، هو فيلم تحفه فيلم جبار، فيلم جبار، ولا باز يطير، بس ولا طرزان. بس ده تعالى نتكلم شويه على طرزان. اي حاجه نزلت من التسعينات لحد 2010 انا حافظها صم، سواء بقى بتتكلم على توي ستوري، بتتكلم على مش اكتر مني عشان طرزان. بتتكلم على طرزان، بتتكلم على طرزان بتتكلم كل الافلام اللي نزلت في ايوه. الفتره دي انا حافظها بجد، انا حافظ طب الافلام. يا اسطى يا اسطى، طرزان انا حافظ الاغنيه بتاعت القلب. لا والله وانا العربي ممكن اتفق معاك عشان شفناها كلنا بالعربي واحنا صغيرين، بتلمسها. فهي بس النوستالجيا بالعربي، فالموضوع يعني مؤثر فينا قوي. لا خد بالك، احنا هنسترسل في الموضوع ده عشان ايه لا كتير، الموضوع. ها افلام كتير واحنا ممكن نقعد نتكلم الصبح، فانا يعني حبنا للحاجات دي مش هينتهي. ايوه دي حقيقة. عندك يا اسطى بقى ايه؟ لا انا هقعد حبة اكتر بقى، لا حط من اول هنا مش بس. مشكله، مش معاك. قلبي بينبض جوايا سعيد، نام تاني جديد شايفه من بعيد، ورا الاشجار فوق السحاب، شايف دنيا فكرة تانية صوتك، بتفتح بابها. بس صوتك في المونتاج ايه؟ شيله، مش صوتك في المونتاج. لا شيله. تغني كده في وسط الناس. عارفه بس انا كل ما افتكر باو بكا باو باو باو. كل ما افتكر القعدات دي كنا بنقعدها كلنا كاطفال في العيله او او مثلا مع اهالينا عشان نقعد نشوف الحاجات دي، بجد بتبسط قوي. هو يعني اه كانت طفوله سعيده والله عندي الى حد ما يعني. في هذا الجانب فقط من الحياه يعني. انا مش مصدق بجد مش مصدق والله، ماجد الكدواني ولا عامل صوت كشاك ده، اللي هو غوري هذا لا. الوجه لمحمد خميس يا ابني انت ما يطلعش منه الشر ده كله. والله. عندك ايه تاني مثلا ايه في الفيلم لطرزان عايز ناس ولا عايز ذكريات؟ لا انا عايز حته مثلا معلقه مثلا معاك. انت معلقه معايا، الاغاني كلها معلقه معايا، الاغاني كلها. لا بجد بقى الاغاني مثلا كلها. هقول لك. طب ما خلاص خلصنا طرزان فاكر بقى. اول مره اشوفها فيها، اول مره اشوفها فيها لما قعد لما قعد يلمسها ويحس عليها عايز اعرف هي ايه يمين من فوق الشجره. ايوه فوق الشجره دي فاكرها ايوه. لغاية دلوقتي. بس والاغاني عمال اغاني تحفه. غوري لا. بصراحه لا جميله، بصراحه جميل. خلاص بقى. نتخطى طرزان عشان كده كمية. ربع ساعه بنتكلم عن ماشي نديها نيمو بقى، نديها نيمو. يا فكرتني بنيمو، يا لهوي. انت عارف نيمو ده نيمو ده انا يعني انا كنت بعيط في اخر حته بجد، اللي هو يا لهوي يا عم ايه ده. كلنا والله. الفيلم اولا انت لو شفته على كواليتي كويسه مش زي مثلا زمان، دلوقتي لو شفت كواليتي كويسه هتحب الفيلم ده قوي، لان عامه الفيلم ده معمول في جوه البحر وكده والوان كتير، فانت لو شفت الفيلم ده دلوقتي يبقى على كواليتي كويسه هتلاقي نفسك مبسوط قوي، زي حاله البحر. ايوه طبعا. كتير اللي تحت الميه. ف انا مش عارف ليه حاسس ان انا عايز اشوفه تاني والله. اسمها ايه دي؟ الفيلم ده حلو قوي. الفيلم ده حلو قوي. يا انا خالتي دي كانت اسمها ايه يا اسطى؟ عبلة كامل. اللي كانت عملت نيمو او اللي عملت دورة؟ لا اللي عملت مختار ايوه دوري دوري أموت مختار والسمكة اللي هي المدرسة أو المدرس اللي كان تحت المية لما كان بيغني بيهم وهو طالع بيهم في المدرس ده. I'm obnoxious. Oh, let's name the zones. Let's name the zones of the open sea. Mr. Ray! Come on, Nemo.
Oh, you better stay with me. Epipelagic, mesopelagic, bacterial, episcopalagic. All the rest are too deep for you and me to see. Huh. I wonder where my class has gone. Oh, there you are. Come aboard, explorers. All knowledge. كان اللي كانت مبق دي اللي هي كانت بتشيلهم لما كان عند دكتور الاسنان، ايوه لما شالت ابن نيمو. ده خالد الصاوي. تخيل. يا نهار ابيض يعني. وعندك مين تاني؟ فين يعني انت رجعتني ذكريات دلوقتي في دماغي على الافلام دي، وبعيدا بجد عن يعني بعيدا عن ان هي نوستالجيا واحنا حبينا عشان احنا صغيرين وكده، بس بجد القصه حلوه قوي. هي ملحمه. بصراحه هي ملحمه بصراحه قصه تحفه. فاللي هو مثلا مش احنا بنطبلها عشان احنا شفنا صغيرين ومعلقين بيها، لا هي فعلا حكايه حلوه قوي. اللي هو الاب اللي فقد ابنه الوحيد بعد ما جه سمكه اكلت عياله كلهم وفضلش غيره، فضل يدور عليه طول وعرض المحيط، وبقى سلاحف وقروش وي يعني اقل ستوري تايب لاب مصري. ف لا بصراحه لا، طفولتي يا جدع. لا بجد حلوه قوي. انا بجد يعني رجعتني بحوار الذكريات بجد والله. والنهايه بتاعته، ولما شافت دوري في الصيد، لما نيمو دخل جوه الصيد وعومه لتحت، عومه لتحت. لا ده دليل ان الكسرة تخلب المكن. فاللي هو قوي مين؟ السلحفاه الكبيره مين؟ اللي هي ده في روح انت يا ذوق. ايه اللي حصل؟ يعني شفت كافة شيء. في الاول كنت كلكم هوبا، وبعدين رحنا كلنا هوبا، وبعدها لقيتك انت هوبا. انت عايز تقول ايه؟ بتكلم عليك عن اناديل البحر. ده انت عليك حركات يا ذوق. مدهش. الملحمه اللي في النص، سمك قروش، البحر وطيارات وحوض بلعهم. لا وغير ايوه الكوميديا اللي في النص. فيلم حلو قوي بصراحه. جباره اقسم بالله. فيلم حلو قوي. وحته الكوميديا لما كانوا طيور البحر كانوا بيجروا وراهم. فاكر لما البجعه خدته في بقهم وطار بيه في الهواء عشان يوصلوا عند ايوه، والطيور طارت وراهم. ايوه يا لهوي، ده كان خالد صالح. كان اسمه ايه ده؟ خالد الصاوي. لا ده حلو قوي. جبار اقسم بالله. قعدنا بالظبط ربع ساعه كامل بنتكلم على النيمو. طبيعي يا ابني، انت بتتكلم في ايه؟ تعال بقى نخش على ايه؟ بولت حلو. بولت ده الكلب. ايوه جامد حلو، بس شفته متاخر. جامد. للاسف ما لحقتش اتعلق بيه. ايوه فاهمني. ايوه ده بيدل على وفاء الكلب. مش وفاء الكلب عامه. بص، هو الاغنيه اصلا بتاعته معبره، اللي هو ما فيش في الدنيا عندي حب لكل الناس، ما فيش قده. القط يعيش كم حياة، دي واحدة من عنده. يعني اشعرت. عارف ليه بقى؟ اشعرت لان توي ستوري قصه حقيقيه بجد. بولت فيلم حلو، وانا شفته متاخر للاسف. شفتوش وانا صغير. ما لعبش اشوفه وانا صغير. شفته متاخر. هو حلو، فيلم حلو قوي. وشفته كذا مره. شفته كذا مره. شفته 3 4 مرات. وفيلم حلو قوي. بس ما تعلقش بيه زي التانيين. بصراحه للاسف يعني. وعارف انا شفته قبل كده، والحمامه اللي ايوه على فكره انا فاكر وكوميديا فشخ. انت فاهم؟ بتضحك بس كان مجمل الفيلم بصراحه ما تعالجش بيه زي الباقيين. لا انا بصراحه الاغنيه بتاعته انا فاكرها اصلا لحد دلوقتي. بص انا ممكن انا حرفيا ممكن اغنيها لك كلها دلوقتي. تقريبا كل الاغاني اللي سمعتها في الانيميشنز شفتها وانا صغير عجبتني قوي، ولحد دلوقتي لو سمعتها ايوه اغنيها. مثلا روبونزل، تمام؟
كل اغاني الفيلم حلوه رابنزل. قوي، كل اغاني الفيلم حلوه، وخصوصا لما هي تغني يعني بصراحه يعني. فاللي هو يعني رابنزل دليلي شعري. لا انا بالنسبه لي بولت الصراحه، انا فاكر الاغنيه بتاعت ما كان طالع من الشباك ومطلع لسانه كده أيوة، بيقول لك أيوة، دي فاهم. تجربه هايله ما تجربيها. دي مدهشة. طلع لسانك. دي تجربة هايلة ما تجربيها. شكرا، دي تجربة كلابي. بتقول له اسفه دي تجربه كلابي. صوتك حلو قوي، صوتك حلو قوي. فاللي هو فاهم اسفه دي تجربه كلابي. كان بقى الاغنيه ما فيش نت الصراحه عشان اجيبها قسما بس بالله احاول. انا مبسوط قوي دلوقتي، اقسم بالله انت بسطتني بطريقه. عارف انت اللي هو انا طيب. حاليا متكيف بجد ومبسوط قوي. اللي هو انت بتفتكر بقى كل الافلام اللي شفتها وانت صغير والذكريات بقى، شفتهم ازاي وشفتهم كام مره، من كتر شفتهم بتاع ايوه يعني توي ستوري الجزء الاول. وحوار اصلا لا بص اقول لك حوار اصلا ان انت كلب خارق وبعدين تكتشف انك مش خارق وانت عادي جدا بس، وفي نفس الوقت وانت عادي جدا انت برضه بتنقذ برضه زمايلك وبتنقذ العالم بقول لكم فيلم حلو والله، ووافي. بس انا مشكلتي شفته متاخر، هي دي الحاجه الوحيده اللي فرقت أيوة. معايا في حبي للفيلم ده، شفته متاخر بس. مم. آه. في ايه تاني؟ انا الصراحه عايز اتكلم شويه على ابولت كمان بس خش على اللي انت لا عايزه. لا اتكلم انت عنه لحد ما تخلصه خالص من ناحيتك، عشان انت شكلك بتحبه قوي. وهخش في اي حاجه بعد كده. اقول اصلا انا بحبه قوي ليه؟ اصل انا كنت عامل فيديو لابن اخويا ادم عليه، يعني فيديو عائلي كده واتعرض على الشاشه في عيد ميلاده والناس كانت مبسوطه جدا، كانوا في قمه الانبساط. لا على الصور بتاعته كنت عامل له شويه صور حلوين وكنت حاططهم على نفس الاغنيه، ايوه فهمت. ومع كل جمله وكل كلمه انا بغير الصوره على حسب بقى فكره ان انت ممكن مع اختلافنا الشديد، اختلافنا الفظيع عن بعض، ممكن في لحظه ما نتلاقى بشكل او باخر. هي ايوه طبعا قطه عدم لا مؤاخذه يعني جايه من الخرابه، قطه من خرابه وفار من وهو كلب لا مؤاخذه من ايجيبت، وفار سنجابي وحوارات كده. فانت فاهمني، مع اختلافنا كلنا بشكل ما نقدر نتلاقى في نقطه، فدي حاجه حلوه. ايوه كنت طفل يعرف. ولا يا اسطى لا مش قادر يا جدعان رجعوني بجد. ايوه رجعوني. انت متخيل اتس ذا نوستالجيا برو. استناني بقى اتكلم على التاتوي. ماشي ودي لا بجد متخيل الفيلم ده مأثر فيا بطريقه عامله ازاي؟ يعني انت الفيلم ده بجد انا تسمعه كل اثنين وخميس. انا حافظ السكريبت حرفيا، انا حافظه. الفار الطباخ مدبلج مصري. مين الكرو بقى؟ مين الكرو بتاع الفار الطباخ؟ ما ادورش على الكرو خالص، انا حافظ السكريبت حته اللي هو انا يعني اهلي كانوا بيشوفوه معايا واحنا صغيرين، كنا مثلا قبل ما نيجي ننام كنا بنشوف الفيلم ده تمام على شاشه الكمبيوتر القديم. الفيلم ده كان عندي على الكمبيوتر ايوه تمام، وفي الترجمات العاليه بنشوفه، وكل الناس بتموت فيه عندنا في العيله، او انا قاعد لوحدي لو جبت التلفزيون بقى اقف عشان اشوفه في اي نقطه في الفيلم بشوفه برضه بكمله للاخر. لا الفيلم ده بالنسبه لي، وخصوصا انا واحد متعود على الطبخ والطبيخ في الموضوع، يعني دخلني جوه المطابخ وازاي العالم ده داير ازاي وكده. يعني انا بحب الفيلم ده قوي، شخصيه لينجويني يعني انت حافظ كل الشخصيات؟ ريمي ولينجويني وكوليت. انت ابدا لي اي نقطه في الفيلم وانا هكمل لك عادي، هقفل على السكرين. انا قتلت واحد بصباعي ده. لما كانت بتقول له، كانت بتشرح الشخصيه، لما كانت بتشرح كل واحد عامل ازاي. ايوه وعندك لينجويني وهو بيتأتأ كده فوق باريس وخلقت راجل بصباعي بتلعب كوتشينه مع كومبيدو ده مام دخول لاس فيجاس. يا اسطى انا بموت في الفيلم ده يا اسطى اسمه ايه ده؟ كان اسمه ايه يا اسطى؟ كان لينجويني
بس اللينجويني بيتأتأ بقى وبتاع هو وخجول عبيط، ومش عارف هو ايه. شخص عبيط وده حاجه حلوه قوي. كوليت مش عبيط، هو شخص كوليت 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 رايقة الصراحة. ولا الفار وزمايله، ده البقابيشو، عارف انت. البقبوش الصغير. البقبوش الصغير يخرب بيت كده. بجد الفيلم احنا فران يا بابا، احنا بنسرق وبس. ما احناش ده طبيعيين. وضع اللي اولا ما بيقرب احناش من حراميه، البشر. ثانيا ايه؟ احنا مطابخ مع البني ادمين دول خطر. عارف المفروض اكرههم ايوه. بس فيهم شيء مدهش، بيكتشفوا بيخترعوا. شوف مثلا اكلهم عامل ازاي، الاكل الحلو تدوقه زي مم. المزيكا وتشمه زي الالوان، خيارات متلتله حواليك، مطلوب منك بس تطعمها. يا لهوي ولا يا ولا لهوي. صوت اسمه ايه ده اللي هو اللي كان بيقيم الاكل كان اسمه ايه؟ اسمه ايه ده؟ جوستافو ايجو انطون ايجو. انطوان ايجو. انطون ايجو بقى ايه؟ آه. انا ما بحبش الاكل، انا بعشقه، واذا ما حبيتوش ما ببلعوش. راجع لك بكره بالليل وعندي امل كده، ادعي ما يجيليش احباط. ادعي ما يجيليش احباط. والمونولوج بتاعه جبار. بعد ما كل، المونولوج بتاعه بعد ما كل وفي كتب المقاله اللي صوته في الفويس اوفر بعد ما كتب المقاله، انا بعشق الحته دي. جبار. احيانا ما يعد عمل النقد من اسهل الاشياء فليست به مخاطره، لا نخاطر المشاهير ونستمتع بالتحليل. انا بعشق المونولوج ده. لا جامد لا والله. لا 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 لا, لا يا اسطى. انها ولا النوستالجيا. مزيكة اخر الفيلم، الاغنيه في اخر الفيلم. طبعا انا ما بتكلمش في فرنساوي فللاسف يعني، بس انا بحب الاغنيه دي قوي. فرونسي كومون تي تابيل. هم ما دبلجوهاش ودي حاجه حلوه يعني، دبلجوها كانت هتبقى وحشه. صوت سؤال عابر. بعد وبعد لما الكلام خلص ايجو قام وشكرنا شكرنا على الاكل ومشي. اشكركم من اللي بيتحط على الرز. وتاني يوم ظهر المقال. تاني يوم ظهر المقال. كثيرا ما يعد عمل أشياء ليست به مخاطرة، لا نخاطر بشيء ونستمتع بالتعب. كوبي رايت ده خد بالك. انا عايز بس اجيب لك الاغنيه. الاغنيه فاكر الفيلم خالص. وكثيرا ما ننجذب هي للنقد فاضل السلبي. حوالي دقيقتين ثلاثه كده وهيجيبوا الاغنيه تيجي بعد ما يروحوا للمطعم بقى الصغير، في مطعم صغير بقى والفار هيقول المونولوج بتاعه في الاخر. بعد كده هو هيروح لهم المطعم وهيعملوا الاكل مم. ويوديه الاغنيه تشتغل. بلاش تبص لي كده، مش انت بس اللي مزنوق. عايز انت جايب صوته بالظبط يا اسطى. انت جايب صوته بالظبط يا ما اسطى. حاولتش اطبخ، انا مش عايز اصلح غلطتي. جامد والله. خش بقى على عم البقابيش، مين؟ البقبوش الكبير، لايون كينج؟ شركة المرعبين المحدودة. يا نهار ابيض، ده انا عندي كلام كتير على الفيلم ده، انا بحبه قوي. كمان تعظيمة. هنيدي كان في البرايم بتاعه اصلا. هنيدي كان في البرايم بتاعه. حصل روز وماجد الكدواني كان في البرايم بتاعه برضه. شكلك ايه؟ استنى، لا غيرت تسريحة شعرك؟ روز زهرة الخريف المتفتحة. ثواني. شركة المرعبين المحدودة مدبلج مصري. ده مونسترز ايه اي ان سي. المدبلج مصري بقى. مين الكرو بقى؟ لا كرو للاسف. عندك مين يا صاحبي؟ تاج البحث. الكرو بقى احنا قلنا محمد هنيدي. هو اللي كان عامل دور ابو عين واحده. مارد وشوشني. وعندك وفي حنان ترك هو شلبي. ده شلبي سلوفان. انت متخيل ان شلبي اللي سلوفان عمل الدور بتاعه هو اسمه ايه ده؟ الملط ده كان اسمه ايه؟ اللي طالع في مسلسل لعبة. مين اللي طلع؟ مش عارف، فؤاد الملط تقريبا، حاجة زي كده. لا مش عارف. اقول له ما ده انت ملط فعلا. استنى، مش عارف اسمه حاجة بس يوني. صوته مألوف، بالنسبه لي صوت شلبي عامه. صوته مألوف جدا يا اسطى.
اسماء شخصيات شركة المنابر المحدودة. عندك ايه يا اسطى؟ اوتيتي. انا عايز اجيب اسمه شلبي سلوفان يا اسطى. مين مؤدي الصوت بقى؟ انا عارفهم يا اسطى. عارف مين شعنونتي؟ مين شعنونتي؟ وريني. ابو شعر دي حنان تركي تقريبا. انت كنت لسه قايل حنان تركي، شبه حنان تركي. وعندك ماجد الكدواني هو الراجل اللي كان قاعد في الكهف. ماجد الكدواني هو الراجل اللي كان قاعد في الكهف. من صوت العنكبوت. مين العنكبوت؟ ما اعرفش والله مين العنكبوت. الشركه اسمه ايه؟ مش عارف والله. الشركه ابو عنكبوت. لا اسمه ايه؟ اصلا كان رجول كتير كده. كان مدبلج صوت شلبي سلوفان. اسمه ابو عنكبوت حاجه زي كده. سامي مغاوري يا اسطى. سامي مغاوري. مين بتاع شلبي؟ واو. سامي مغاوري ده جبار. ازاي طلع لنا حاجه بالتحفه دي؟ فاهم قصدي؟ والله صدعت من العظمه بجد. روز زهرة الخريف المتفتحة. غيرت تسريحة شعرك؟ قولي ان انت غيرت تسريحة شعرك. لا جبارة. شركة المراهنين المحدودة مارد، انت لسه ما خلصتش تكرر امبارح. روز زهرة الخريف المتفتحة، شكلك يهبل النهارده. غيرت تسريحة شعرك؟ ما تكسفيش قولي اكيد غيرت تسريحة شعرك. شديتي وشك؟ الميك اب اكيد غيرتي تسريحتك مش كده؟ عملتي اي حاجة تخلي اسمعي انا عاوز خدمة. اندل كان سهران امبارح بيشتغل في قسم الرعب. انا بقى محتاج مفتاح الباب اللي اندل استخدمه. وشوشني دمك خفيف. بقول لك ايه، انت ما خلصتش تقارير امبارح. عملها لي هو ما خلصتها. الضحك يطول العمر، فاللي هو انت فاهم. كمل. جبت اسمه ايه ده؟ لما لك الضحك بيطلع اكتر من الصريخ ده في اخر الفيلم. ايوه لما قعدوا يوروني الشركه لك الضحك بيطلع اكتر من الصريخ. ودي حقيقه على فكره. فاللي هو ايوه طبعا. ما اعرفش هدي معلومه صح ولا لا، بس اعتقد كلنا صح بنعتقد ذلك عشان الفيلم مش اكتر. المهم على الكلام ده. ايوه المهم بقى ان انا سمعت الجزئين الاولاني والتاني، والاثنين احلى من بعض. بجد الفيلم يا اسطى اللي عامه. بص اي حاجه طلعت، اي حاجه مثلا ديزني عملتها كانت زمان وعملت منها جزء تاني بعدها على طول او بعدها بفتره صغيره، زي توي ستوري مثلا. توي ستوري طلع منه 4 اجزاء تقريبا. اول اثنين اول جزء والتاني هو اول جزء والتاني مش فاكر والله. التاني ده لما راحوا لما وداهم اسمه ده دار رعايه اطفال. لما ودى الالعاب كلها دار الرعايه وكان بيتخلى عنه وتبقى عشان كان ماشي. لا يا اسطى يعني بص الحاجات دي يعني انا بحب ديزني فشخ. يعني انا بس مش عايز نظرتي اليوم تتغير دلوقتي بسبب اللي بيحصل دلوقتي، بس بجد يعني دول الناس اللي شكلوا طفوله 99.9% من اطفال العالم يعني. كلنا والله صح. وبعيدا بقى جبار بعيدا بقى عن شغل الاطفال، هو فيلم حلو برضه. يعني هتتكلم بقى على ككوميديا بقى وكقصه، فيلم فعلا حلو قوي يعني. خير ما تقلقش. فاسمه ايه ده؟ طب ايه تاني تحب تتكلم عنه؟ توي ستوري، في لاين كينج، وفي رابنزل، فيها افلام كتير. في حاجه بقى سيب لي بقى لاين كينج بقى عشان ده ايه؟ معاك الكاميرا. معاك اهم لقطه. اديني واحده كده. عم مسكار. هو انا لما ابقى مالك انت هتبقى ايه؟ هبقى طيشه. عم مسكار، لما انا ابقى مالك انت هتبقى ايه؟ كمالة عدد. انت غريب قوي. فاللي هو لا
عارف بجد لا بجد مين الشخصيات اللي انا حبيتها قوي ولما عملوا عنها فيلم انا كنت بشوفها على طول؟ ايه اسمهم ايه الاتنين دول؟ تيمون وبومبا. يا إلهي يا إلهي الغابة أنا وبومبا ماشيين مزعططين واللي مطمن قلوبنا إن الأسود نايمين. هكون عوية حكمنا لذيذ حكونا مطرة حكمة نغمها لذيذ حكونا مطرة ارمي الماريلي. هكونا متاتا حكمة نغمها لذيذ. هكونا ماتاتا ارمي الماضي اللي يغيظ. انساه والمستقبل اديه كل التركيز. هذا هو البهريز الفلسفي. حكونا مطرة تيمون وبومبا. ملحمه مزفلطة بس تملى يا التانك. لهوي يا اسطى انا لما كانوا بياكلوا الحشرات دي مين فينا ما كانش كده؟ انت كانش نفسك تاكل حشرات وانت صغير؟ اقسم بالله نفسي هفتني في كذا مره. ايوه ما هو بعد المنظر بعد المنظر اللي انت شفته ده اكيد هيبقى نفسك. ايه ده؟ هيكون ايه؟ دود معتبر. يا مقرف قوي. ألزم الفراخ. مزفلطة بس تملى التانك. مزفلطة بس تملى التانك. جميلة جميلة يعني. الفيلم ده وفي ايه تاني مثلا في الفيلم؟ لما راح سيمبا ومش عارف مين دي وطالع راحوا رجعوا المملكة تاني. كولا كولا مقلي كولا كولا مشوي طعمه كده ما حصلش ان سمر يب 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 لحمة يب 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 طعمه كده ما حصل شيء يب. الفيلم ده ملحمة. الفيلم ده ملحمة. لول والله لول والله بجد والله جامد بجد والله جامد. انا قاعد متهكر. انا حرفيا انا قاعد متهكر بس بجد وانا عارف حالة السعادة المفرطة. ايوه 94 يا اسطى الفيلم ده يا لهوي. لا جبار حبيبي الشوق نداني. احنا على فكرة الحلقة دي ممكن هتتقسم مثلا على 3 ولا حاجة. احنا هنحلب الحلقة دي. قعدنا ساعة الا ربع. ساعة الا ربع بس؟ لا مد معايا شوية مد في ايه تاني لديزني انت؟ بص انا في افلام كده مثلا مش بتاعت ديزني بتاعت دريم ووركس. بتاعت دريم ايه؟ ازاي تمرن التنين بتاعك حزوقة. ده يا نهار ابيض. هي مش بتاعت ديزني هي دريم ووركس هي مش بتاعت ديزني. بس ايوه لا بس جامد برضه حزوقة وابو سن الهي انا الجزء الاولاني استنى بجد والله حرام. الجزء الاولاني جبار. هو كان عالم غريب. هينزلوا يا اسطى هينزلوا حاجه قريب. هينزلوا حاجه لايف اكشن بقى مش حاجه انيميشن. معرفش هيعملوها ازاي. معرفش هيعملوها قالوا ان هم هينزلوا حاجه قريب فيلم مش انيميشن. اللي بتاع تشيري دراجون هو ايوه الفيلم ده حلو قوي خصوصا ان هو يعني هو ممتع فشخ. انت رحله الحب ما بين انسان وتنين هو يعني ايوه مش عارف حلو يعني جميله. في فتره ما من حته فعلا كان نفسي يبقى عندي تنين. انا كنت بتابعه برضه. انا مش عارف ليه افتكرت دلوقتي احنا كده شرخنا عن ديزني خالص. انا افتكرت يحيى انجلو دلوقتي ده كارتون نتورك بقى. لا خلينا ارجع لديزني ارجع لديزني في ايه تاني في ديزني؟ ما قلناش عنه لسه. توي ستوري. سندريلا الصراحه ما كانش لا بص انا شفته يا خبر انا شفته كتير الساعه 12 بحبه بس عارف انت اللي هو يعني طب مش حاسس انا في النهايه انا ولد مهما كان.
بص ده بقى، بص ده رالف يدمر لو الانترنت. طلع قدامي هشوفه واخبره للاخر اللي انا بحبه. ايوه انت سمعت رالف يدمر الانترنت؟ عارف؟ ها؟ لا. ايوه او سمعت عنه بس ما سمعتش رالف المدمر؟ لا. ده فيلم جبار يا اسطى، لا مش شفته. ده فيلم فوق التجببير. مش هبقى اشوفه في الواتش ليست عندي، لازم اشوفه. لا 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 لا، ده جامد، ده قوة الصداقة وقوة كل حاجة. ده دخلوا دمروا النت ودمروا السايبر اللي كانوا قاعدين فيه ده، ولا مش عارف ايه. لا لا حاجة كده حلوة. غالبا لو شفته، بس انا غالبا شفته او نسيه ثانيه هذا. حرق مش حرق. عارف انا شفت ايه؟ وبجد شفت إيه؟ بجد الفيلم ده جامد قوي قوي قوي. انسايد اوت. ايه هو؟ انسايد اوت. يا لهوي انت جيت على الجرح. ده حلوه قوي. انت جيت على الجرح. مع ان مش 12 صغيرين، مش 12 صغيرين، نازل متاخر شويه، مم. بس الفيلم ده حلو بطريقه. لا لا الفيلم ده جبار، مش حلو بس. لو انت بتخش جوه عقل انسان وبتشوف بقى المشاعر ازاي يعني. ايوه اللي هو الفرح والحزن والغضب والتوتر والاشمئزاز. كل ده بتدور في قصه بره وجوه، بتحكي من بره وجوه عقل البنت. يا لهوي ده حلو قوي. لا لا جبار. لا ده بس صراحة فرح فرح وحزن ومش عارف ايه. ديزني. لا ديزني مهما كان برضه، بس ديزني ستيل ديزني. انا كنت بسمع الحاجات دي واروح مثلا المدرسة بالجلاد على طول. الكراسة أيوة. تبقى انسايد اوت. واحكي للعيال في البتاع. ده انت عبقري بقى. مدرستي ما كانتش كده قوي يعني، حياتي في المدرسه ما كانتش بالطريقه دي، بس انا مع نفسي يعني. ايوه بس لا انا كل الكراسي اللي كانت عندي بالجلاد لزقه التعريفيه دي، انا مش فاكر اسمها ايه تحط على وش الجلاد دي، اسمها ايه؟ مش عارف الستيكر. عليها بقى رسومات الكرتون دي. انا عايز اتكلم عن حاجه هي هبله فشخ، بس فعلا انا بحبه قوي. سبونج بوب. ايه هو؟ سبونج بوب سكوير بانس. انا مش عارف، كلنا بموت في البتاع ده. كلنا كنا بنحبه. هقول لك خلينا بس نرجع لديزني والنوستالجيا، عشان انا وشي من شيكح ومش عارف فاهم في ايه في ديزني نسيناه. فكرني برق بنزين. برق بنزين. انت ازاي ما فكرتش واحنا بنتكلم؟ يا نهار ابيض. يا لهوي يا جدعان. برق بنزين النسخة المدبلجة مصر، الجزء الأول والثاني. الأول والثاني أجمل من بعض. أول واحد خالص. الأولاني جامد مفيش كلام. أول واحد مفيش زيه. الأولاني جامد مفيهوش كلام. باتشكاو. أول واحد مفيش زيه. عارف اللي هو لما كان بيعمل بتاعته اللي بتلمع دي؟ باتشكاو. كان بيعملها ازاي دي؟ استنى. برق بنزين مدبلج مصري. احنا ليلتنا طويله قوي النهارده. عندنا كليه بكره. يا عم تولع الكليه، يا عم تولع. ليه ايه وبتاع ايه؟ خش يا عم هتجيبك. اسمعك. بص يا اسطى. سمعني. اسمه ايه ده؟ ماطم بشتغل فيه. كان اسمه طماطم ولا ماطم؟ عارف العربيه المكسوره كان عندها سنه طويله شبه الارانب دي كانت بتموتني. ما هو ده بتموتني ضحك قسما بالله. برق بنزين مدبلج مصري اهو. صور الكرو بقى. الكرو بقى بتاعه مين بقى يا ترى؟ يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. هقول لك عاوز برق بنزين شخصيات في كارز مش عارف ايه. استنى. انا ممكن اتكلم عن نوستالجيا عامه والذكريات اللي بتبدا تفضل معانا يعني مثلا انا اسف فاكر انت فيلم التاتولي، بس
انا كل واحد فينا ليه فيلم الخاص اللي اثر فيه بطريقه ما. امم فاهمني؟ امم اكيد انت عندك واحد، اكيد انت عندك فيلم اثر فيك. كلامك عن كوكو ده خلاك يعني كنت مش متعود تتكلم عنه، فانا متاكد ان الفيلم ده اثر فيك قوي يعني. بالنسبه لي انا راتاتولي هو هيفضل الفيلم المفضل في هذه الحياه، سواء كان فيلم انيميشن او لايف اكشن. ده فيلم مش طبيعي على الاقل بالنسبه لي، على الاقل بالنسبه لي. كل واحد فينا كاطفال ليه تجربه خاصه مع كل فيلم من الافلام ديزني. دي الحاجه اللي بتخلينا مش عارفين نكره الام الشركه دي. يعني احنا دلوقتي انا دلوقتي كبرت وعارف بلاويها، سواء مع مارفل او مع بعيدا عن مارفل في الحياه والسياسه، انت مش عارف تكرهها. فاهمني؟ انت مش قادر تعمل حاجه زي كده. ليه انت مثلا بترجع تبص على الافلام بتاعتها القديمه اللي هو طب ماشي يعني ما اقدرش، ما تقدرش بجد. اللي هو حتى التوجهات، الحمد لله. حتى التوجهات. انا عايز انزل سجدة شكر دلوقتي والله، عايز انزل سجدة شكر والله على الساعتين اللي تسجلهم دول دلوقتي. والله العظيم انا مبسوط قوي. اقسم بالله ما اعتقدش ان هيجي زيهم تاني الساعتين. انا بنتكلم بقى على السينما بقى والحياه والهلبل ده، لا خلينا نتكلم في الخيال والحاجات الحلوه دي والطفوله والله انا مبسوط بطريقه غشيمه. يمكن عشان عندنا جامعه بكره وكرفت لها ورايحين بالحاجات دي. ف ضيفي تحب تقول ايه؟ سايح طعم مش محروق قوي، ده عامل كده شبه كمل معاك. ضيفك انت ضيفي جات له لحظه تاني نفس البودكاست اللي فات تعمق في نفس المشاريع. لقط حاجه بنى عليها تاريخ من سنين. لا ده اطفال بقى، احنا كنا اطفال بقى. عندك ايه تاني يا اسطى؟ كلام عن ديزني. ديزني. بص خلينا نتكلم بجد شويه. ديزني شكلتنا وده بجد. خلينا نكون صراحه بعيدا بقى عن اهلنا والمدرسه، ديزني شكلتنا بجد. يعني انت اغلب الوقت كنت بتتفرج على التلفزيون او على الافلام كنت تشوف في ديزني. شويه ترانيف من بره على سبيستون، على كوكب الاكشن، كوكب البنات، بعيد عن سبيستون وام بي 3 والكلام ده. انت اغلب الوقت بتتفرج على ديزني، صح؟ افلام ديزني. ايوه. فهي بشكل ما. لا استنى والنبي، لا مش فيها بشكل ما. هي شكلت وعينا وطفولتنا وازاي احنا بقينا زي دلوقتي. وخصوصا لو بتتكلم مثلا، انا مش عايز ابان كاني بقول اجيال وجين زي وميلينيال، لا بس الفتره اللي احنا كنا يا عم اجيال ايه وجين زي وميلينيال ايه؟ مش حياتك يا عم. الفتره اللي احنا كنا فيها صغيرين اللي هي انا مثلا 2004، فالفتره اللي هي لما بقيت اشوف فيها الحاجات دي مثلا 2009 2008 اللي هو بقى عندي 3-4 سنين لحد ما بدا كملت مع حد الاخر. فالفتره دي في الوقت ما كانش فيه كتير، يعني الفتره اللي بتفرج فيها ما كانش فيه كتير، ما كانش فيه زي دلوقتي مثلا كارتون نتورك كان فيه ده كله، ما كانش فيه حاجه خالص. انا فاكر كان في سبيستون كنت بتقفل بالليل، وده بجد بتقفل على الساعه 12 بالليل او على الساعه 10، مش فاكر، بتقفل بالليل وتجيب كده الشاشه اللي هي عارف انت احمر فاصفر في ابيض اللي هو عالم الكلاكيت. والافلام اللي كانت انا مع سبيستون ما يعني مش قوي. لا انا كنت بتفرج على ابطال الكره. يا الهي يا لهوي على الادرينالين في ابطال الكره. يا لهوي انا بموت في البتاع. فارجع تاني يبقى اكتب التايتل بتاع البودكاست بتاع الحلقه دي، طفولتك في الحلقه دي كلها. دي حقيقه. فاقصد الفتره يعني اي حد اكبر مننا مثلا الفينات او اخر التسعينات ومثلا اللي بعدنا على طول هو ما عاش غير الفتره دي. الفتره كانت فيها كتير، انت كل اللي كان عندك كان بس مجرد افلام ديزني على كام قناه بس بتعرض شويه افلام امريكيه او غربيه او جايه من شرق اسيا مدبلجه، فانت كانش عندك غير حاجات دي تشوفها.
فاهمني؟ حتى الافلام ما كانتش كتيره، او انت ما كنتش كطفل مهتم تشوف الافلام اللي هي لايف اكشن غير مثلا سبايدر مان، غير الحاجات اللي هي الكوميكس. فاللي هو انت ديزني بالنسبه لك واخده من جوه قلبك حيز مش طبيعي بسبب طبعا بسبب الافلام حلوه، غير بجد بعيدا عن ان هي نوستالجيا، هي فعلا افلام حلوه قوي، افلام حلوه قوي. افلام ديزني كلها قبل اللامؤاخذه حلوه. ايوه ده اللي اقصده. يعني مثلا اللي احنا بنتفرج عليها كلنا واحنا صغيرين افلامها حلوه، بعيدا ان هي نوستالجيا والله، عشان عارف ان اغلبنا بيتاثر بالنوستالجيا وشفناها واحنا صغيرين، فده بيأثر على حكمك الفيلم. أيوة. بس هي فعلا حلوه. يعني ديزني لحد دلوقتي يعني هي لو بتدعمها احنا بره عننا على يوم. فكره ديزني ست من افلام حلوه. ديزني عملت انسان اوت 2 فيلم حلو طبعا مش زي القديم بس هو فيلم كويس. انت شفته؟ ده شفته؟ اكيد طبعا. ما شفتوش لسه. لسه عمري ما فوت حاجه زي كده يعني. فاقصد رحت السينما يعني وشفته؟ لا في البيت طبعا. فاقصد الديزني يعني ديزني عندها يعني حب كبير قوي من كل العالم كاطفال، كاطفال يعني احنا او الجيل اللي قبلنا والجيل اللي بعدنا، حب كبير قوي ناحيتها، وهي مش مقدره ده، هي شغاله نفسها بس بان انا عايز اجيب مارفل، بان انا عايز اخدم مصالح معينه، بان انا عايز اعمل حاجات معينه. فاللي هو يعني احنا فين بقى من ده كله؟ انا كواحد من مواليد الالفينات او قبل الالفينات بشويه، يعني انا فين من ده كله بقى؟ يعني انا ايه اللي دخلني بقى في صراعاتك مع مارفل او دير ديفل او شراء الشخصيات والحقوق انا عايز اشوف بقى زمان، عايز تاني اكتب لي قصص حلوه، عايز تاني اشوف افلام فعلا الانيميشن فيها حلو ده بجد. يعني محتاج انيميشن حلو نفسي يعني. لان انا حاليا بعد ما كبرنا مش نشوف انيميشن كتير، ودي حاجه متفقين عليها انا وانت يعني. احنا بنشوف بقى مسلسلات وافلام لايف اكشن ومن هذا القبيل، فاحنا بعدنا خالص عن سكه الانيميشن. ايوه هي بس رساله حب ورجاء لديزني بانها تبعد عن الهطل اللي هي بتفكر فيه دلوقتي. طبعا انها ترجع تاني تخدم شباب المستقبل اللي هم باين احنا خلاص. بس كانت ساعه بس حبينا ننوه يعني ان احنا ضد جميع الاجندات، ضد جميع الاجندات. ده اقصده من بدري، نتكلم من بدري على النقطه دي، اللي هو انت كنت شركه بالنسبه لنا واحنا صغيرين، شركه ملاك، شركه مفيش زيها ولا عمرنا هنحب حاجه غيرها، بس كبرنا اكتشفنا الواقع المر والصدمه مش لطيفه كلها. خلاص بقى كلها سياسات خلاص كده. فبجد كانت ساعه وربع مش طبيعيه يعني. انا مبسوط بطريقه، مبسوط قوي 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 قوي. احنا لسه ساعه وربع يا عم. مت يا عم، خلينا نعمل 3 حلقات. ماشي معاك. عندك ايه تاني؟ المقارنه اللي كانت بين الفار والشيف يا لهوي، فضلوا ورا بعض. فاكر لما جربوا بالفيسبا؟ لا ده اخد الورق بتاعي. بجد هو صغنن، هو اصلا الشيف صغنن والفيسبا صغنن. صح ايوه. يا لهوي على الجمال. كان اسمه ايه يا اسطى؟ كان الفار الطباخ والشيف القصير صح؟ لو كانوا بيجوا ورا بعض في باريس. ايوه انا عايز اجيب النسخه اللي هي بتاعت ايه الفار الطباخ مدبلج مصري. الحته اللي سوري، الحته اللي هي بتاعت ايه انا بص هجيب حته عشوائيه كده ويلا زي ما تيجي. بص المحامي ولا اجيب لك دكتور. ايوه كولات. بص بنبصلها ازاي. لما كان الفار بيحاول يبعدوا عن بعض. العين عليه لو رفضته كل الناس هتسأل ما اقدرش الفت الانتباه للموضوع. وانت ايه اللي مخوفك؟ ليه الصحافه ما تتكلمش وتخلي اسم المطعم على اغلفه المجلات؟ اسم المطعم مش صوره الولد. عندنا صوره ابوه كبير عبوك وبيع منتجاتي.
بيلحبوا ويبيع منتجاتي. الوصية تسقط بعد 3 أيام، بعدها ممكن تنفذه لما أهميته تقل شوية ومحدش هياخد باله. اللي قلقني الشعرة اللي اديتها لي منه، اضطريت أرجعها للمعمل. ليه؟ لأن التقرير بتاعهم اول مره قال لي شعر فار. حاسس ان احنا هنبلع كوبي رايت ابن. لا ما تقلقش ما تقلقش، اصل الصوت مش باين، الصوت اصلا مش باين. وبعدين ماشي. اقول لك انا عادي اكمل لك انا يا حبيبي. كمل يا رجولة. لا بس انا يعني انت صوتك، انا مش عارف انت صوتك مدي على مين. انا لينجوين. انت صوتك مدي على لينجوين. انا صوتي بقى يدي على مين بقى؟ صوتك يدي في فيلم راتاتولي؟ لا كان في فيلم طرزان مثلا. فيلم اي بص، انت اختار انت الشخصيه مثلا. انا صوتي يدي على مين وانا هحاول اقلدها. صوتك لو تخنته سنه صغيره هيبقى شبه سكار. سكار لاين كينج. حباطيش. لا مش تتخنه كده، مش تبقى برعي، لا يعني تقصد تكبر طبقة صوتك شويه. ايوه ازاي يعني؟ انت لما كنت بتتكلم زي كنت بتقول ايه؟ عمو سكار ايوه ولا تاني عم سكار وانا لما اكبر وابقى مالك وانت هتبقى ايه؟ انت هتبقى ايه؟ طيش. صوتك حلو قوي بجد. عبد الرحمن ابو زهره اهو يا اسطى. لا بس جبار عبد الرحمن بجد يعني الذكريات، بحور من الذكريات طفحت امام عيني. والله والله. المشكله اللي هو لا، والمشكله ان كلنا يعني مثلا لو رحت لاي واحد في الشارع، اي ولد قدنا زي ما يكون قدنا تحديدا او اصغر اكبر مننا شويه، وسالته في اي فيلم من دول هتلاقيه بيضحك او مبسوط عامه، لان كلنا عارفينها، كلنا بنحبها، كلنا واحنا صغيرين كلنا عارفين قد ايه الحاجات دي مؤثره في حياتنا يعني. تبا لمارفل يا عم، والله على دي سي، والله على ديزني. والله العظيم يا اخي، والله يعني والله حرام. تبا للاجندات كلها اللي خربت الدنيا كلها قسما بالله. يا ريتنا فضلنا اطفال يا عم والله. المهم بصراحه يعني، بس ماشي على حسب طفولتك كانت عامله ازاي، بس ماشي والله. كل واحد بص احنا نفتكر الحاجات الحلوه كلها دلوقتي. بالظبط، بلاش حاجات وحشه دلوقتي، خلينا في الحلو دلوقتي، بلاش. طب استنى بس، هنهي الحلقه دي، هنهي الحلقه دي بس. طب يا جماعه، وبكده تكون حلقتنا انتهت. دي مش عارف بقى هتكون بصراحه نقسمها 3 اجزاء او جزء او فاهم. بس احنا اللي نعرفه ان احنا هنقطع اللي نعرفه اننا هنقطع ريلز كتير وهننشرها على تيك توك وكل المنصات، فتابعونا، تعملوا لايك شير سبسكرايب، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام. اريكاتو